صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر. لو جينا سألنا قلنا طب هي ايه فرص النمو والتطوير في القطاع الزراعي في مصر؟ احنا يمكن قلنا ان القطاع الزراعي بيمثل حوالي 11.3 اخر اصدار حصل من الحكومة على سنة 23 لسه مصدر حاليا، بيتكلم تقريبا داخلين في 14% بقى القطاع الزراعي بيمثل من الناتج القومي لمصر. في نفس الوقت هو بياخد 28% من القوى العاملة في مصر شغالين في القطاع الزراعي. الناس اللي بتشتغل في مصر 28% منهم بيشتغلوا في القطاع الزراعي بالحلقات المختلفة بتاعتهم. يمكن في الفترة اللي فاتت احنا اتكلمنا على ال6 حلقات المختلفة للقطاع الزراعي وهم بيتكونوا من ايه، من اول ما انا بتكلم في البذور وشركات الطاقة لحد ما بتكلم انا هصنع وهبتدي ان انا اعمل المخلفات واديرها ازاي والنقل والكلام ده كله، واتكلمنا على شركات مختلفة. طيب تعالوا كده نستغل الطفرة اللي حاصلة في الذكاء الاصطناعي، وتعالوا كده نسأل شات جي بي تي ونقول له انت يا ذكاء يا صناعي قول لنا كده لو احنا حابين ان احنا نطور القطاع الزراعي في مصر نشتغل عليه. انا سألته 3 أسئلة، تعالوا نشوفوا ال3 أسئلة ونشوف ال3 إجابات. مش مروة هي اللي بتجاوب خالص، الذكاء الصناعي هو اللي بيجاوب علينا. طيب لما جيت سألته قلت له هي ايه اكتر منتجات ممكن مصر تقدر تصدرها بسهولة وتقدر تعمل فيها طفرة في النمو بتاعها بتاع الصادرات بناء على النمو بتاعها في التجارة العالمية؟ سؤال بمنتهى البساطة. راح جاي رادد عليا كده بكام؟ بشوية منتجات. قال لي الخضار والفاكهة، وذكر منها على سبيل التحديد يعني الموالح بأنواعها، البرتقال والمندرين، العنب، التوت، الفراولة، الطماطم، البطاطس، البلح. وكاتب كده ان البلح فيه فرصة كبيرة جدا لمصر في انها تقدر تعمل صادرات بقيمة كبيرة كمان، خصوصا انها ابتدت تدخل زراعات جديدة زي السكري والمجدول والبرحي. قال لي الاعشاب، بنتكلم زي النعناع، بنتكلم زي الروزماري، بنتكلم زي الزعتر اللي هو لو انت موجود في اي حته قدام بيتك مسكت شويه بذور ورميتها هتلاقيها طلعت لوحدها من غير ما تعمل مجهود، من غير ما تسقيها اصلا. قال لك التوابل زي الكمون، تخيلوا ان هو ذكر الكمون بشكل اساسي، يعني بشكل كبير جدا على محصول الكمون. السمسم ذكره بشكل كبير كمان. طيب ماشي، مفيش مشكله. الزيتون وزيت الزيتون ده اللي شات جي بي تي بيقول لك من غير اي مجهود، اللي هو تقدر مصر بمجهود بسيط جدا ان هي تعمل ايه؟ تقدر تزود التصدير في المنتجات دي، لان هو قال ان احنا عندنا منتجات ليها طلب للسوق وان احنا عندنا سلالات بقت عليها طلب. حلو. طيب سألته السؤال اللي بعديه، طب انا عشان اقدر ان انا ازود الصادرات دي وان انا ابتدي ان انا اعمل زياده للصادرات مطلوب مني كشركه اعمل ايه؟ اقول لكم بقى، رد عليا وقال لي في 10 نقط نشتغل عليها، بس هتكتشفوا حاجه غريبه في ال10 نقط، بس تعالوا نقول مع بعض ال10 نقط. لازم تنوع الاسواق بتاعتك وما تشتغلش في سوق واحد، لازم يبقى في تنوع. استخدم التسويق والتسويق الخاص بالشركات، والراجل كاتب كده في شات جي بي تي ابن الحلال كاتب بي تو بي، بزنس تو بزنس، لازم ان هو يبقى فيه تسويق قوي للشركات لشركات. ثالث حاجه ان يبقى فيه الشركه عندها شهادات واعتمادات للشركه وللمنتجات وبتعمل تحليل المنتجات بتاعتها. رابع حاجه انها تحسن الجوده بتاعه المنتجات بتاعتها. خامس حاجه دايما تبص على البحوث والتطوير والحاجات الجديده في الزراعه اللي هي بتشتغل فيها. سادس حاجه ما تصدرش المنتج بتاعها فريش، تعمل عليه قيمه مضافه. تصدر ايه؟ الراجل بيقول شات جي بي تي ما تصدرش فريش، اعمل عليه قيمه مضافه، اعمل عليه شويه بروسيسنج، اعمل عليه شويه تصنيع. قال لك كمان لازم تشتغل على الزراعه المستدامه والعضويه، ما تبيعش الزراعه العاديه، استخدم الزراعه المستدامه والعضويه. شرحه ايه كلمه الزراعه المستدامه والعضويه؟ ان انت تستخدم السماد اللي هو الاسمده العضويه، الاسمده الحيويه، بلاش الكيماويات، بلاش المبيدات.
في نفس الوقت ان انت تستفيد من المزرعة كاملة. بيقول لك ان انت تستخدم كل حاجة للمزرعة وتديرها ادارة كاملة، من اول ان انت تستغل مخلفاتك، من اول ان انت تقلل استهلاكك للطاقة، من اول ان انت تشوف طرق ري حديثة. لازم تدير المزرعة بتاعتك او الارض بتاعتك بفكرة المزرعة المستدامة، وان انت تقدر تستخدم كل حاجة بتطلع من الارض بتاعتك وتعيد استخدامها او تعمل بيها منتج اخر. بس انت كده مرة قلت 7. بس لو جينا بصينا على ال7 دول هنلاقيهم دول يخصوا دور الشركات. يعني لازم الشركة من نفسها من جوه تعمل ال7 حاجات دول. يعني ال7 دول لازم الشركات تعملهم. طب ايه بقية ال10؟ بقية ال10 مش احنا اللي هنعملهم، الدولة هي اللي هتساعدنا فيهم. زي فكرة توافر اماكن التخزين والشحن، فكرة الاتفاقيات التجارية اللي ما بين مصر وما بين الدول. وعلى فكرة احنا عندنا اتفاقيات كتيرة الشركات بتاعتنا مش مستغلياها، سواء زي الكوميسا، سواء زي اغادير، سواء زي الماكسيمور. ممكن نبقى نعمل عليهم حلقة ونتكلم على الانواع الاتفاقيات التجارية اللي مصر مشاركة فيها وتقدر تفيدني ازاي كشركة. 10 حاجة ذكرها في الاخر هو دعم الحكومة، ان الحكومة تعمل دعم لهذه الزراعات. فبالتالي شات جي بي تي بيقول لك عشان تقدر ان انت تصدر وتوصل بالمنتجات بتاعتك وتصدر وتوصل لمكانة كويسة في التصدير، انت محتاج تعمل 10 حاجات. بس افتكر ان في 7 منهم عليك. قبل ما تقول ان الدولة ما بتعملش، مش معنى كده ان بقول ان دور الدولة مش مهم، لا، بس بقول لك ان في 7 منهم هم عليك. لو عملتهم انت اوريدي هتوصل. طيب هل وقفت مع شات جي بي تي على هذا السؤال؟ لا، سألت سؤال بقى تاني خالص مختلف. قلت له طب لو احنا بقى عايزين نمشي بالعكس، ايه المنتجات اللي مصر ممكن توقف استيرادها بسهولة؟ يعني زي ما انا بقول بصدر بسهولة، اوقف استيرادها بسهولة. رد عليا في 3 حاجات. اول حاجة ان مصر لازم تبتدي تستخدم طرق زراعة وانواع زراعة جديدة بالنسبة للاعلاف بتاعة الدواجن وبتاعة الحيوانات. يعني ان احنا ندور على نوعية اعلاف جديدة. ويمكن من ضمن الحلقات اللي كنا اتكلمنا فيها والشركات اللي اتكلمنا فيها كانت زراعة البونيكام. زرعة بتدي انتاج اكتر من البرسيم الحجازي، جاية من البرازيل ومن امريكا الجنوبية، وبتدي كمية انتاج اكتر من البرسيم الحجازي والبروتين بتاعها عالي. فبيقول لك ان لازم يتغير الزراعة بتاعت الاعلاف. نزرع القهوة والشاي. فكرني جدا بمركز البحوث اللي في القاهرة لما ابتدوا ذاعوا الخبر، كان في السنة دي في سنة 2024، وقالوا ان هم فعلا قدروا ان هم ينتجوا شتلات لزراعة البن وتقدر انها تتزرع في مصر ومناسبة للجو المصري. فبيقول لنا يعني الغريبة ان شات جي بي تي لقيت لك ان في استنباط لانواع من الشاي والقهوة تقدر انها تتزرع في مصر في الجو بتاع مصر وما تحتاجش ميه كتير. هو اللي كتب لي كده مش انا اللي قلت له يعني. طيب ايه تالت حاجه؟ قال لك نقدر نوقف الاستيراد بتاع الاسماك ومنتجات البحار. الراجل شاف بالمنطق برضه، يعني شاف ان احنا في الخريطه برضه، يعني ان احنا موجودين على بحار كتيره يعني وعندنا بحيرات كتيره يعني. فبيقول ان بسهوله جدا المزارع السمكيه لو اتعملت صح نقدر نوقف الاستيراد بتاع الاسماك والمنتجات بتاعه البحار بمنتهى السهوله، في حاله ان تم اداره المزارع السمكيه باسلوب علمي صحيح. قايلها كده عشان يتخيلوا يعني، مش تقريبا هو عايش معانا يعني. فبالتالي دي الاجابه بتاعه شات جي بي تي بمنتهى البساطه، من غير تعقيد، من غير ابحاث معقده. بيقول لنا ايه المنتجات اللي نقدر نصدرها بمنتهى السهوله. انت عشان تصدر ايه ال10 حاجات اللي ممكن تبقى موجوده عشان تقدر تصدر. في نفس الوقت في عندك شويه زراعات لو الناس عملت في مصر انت هتلغي الاستيراد بتاعها وهتبقى كلها منها فيها في مصر. كده احنا ختمنا القطاع الزراعي.
ان شاء الله هنبتدي ننتقل الى قطاع اخر احنا قعدنا فيه رحله استمرت 6 شهور. تقدروا تتفرجوا على الفيديوهات بتاعتها كامله، هتلاقوها موجوده على القناه على اليوتيوب، فيها كل التفاصيل. ما تكلمناش على كل الشركات، احنا كنا بندي لمحه مضيئه عن شركات محدش يعرف عنها حاجه، وعملت قيمه مضافه فعليا في السوق المصري، ووصلت اسم مصر في حاجتين: يا اما في تصدير وعملت ليها اسم زي الذهب بره وبقت مطلوبه، او في بعض المنتجات خلت ان تبقى موجوده في مصر وتوقف الاستيراد بتاعها. تحيه لكل اللي بيشتغلوا في القطاع الزراعي ب6 حلقات بتوعه، تحيه لكل اللي بيعمل قيمه مضافه، وصباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر.